بنتي بنتي هاتولي بنتي، مش انتم البوليس وبتعرفوا كل حاجة؟ هاتولي بنتي. اهدي يا ست، خير بس في ايه؟ بنتي نازلة راحت من 10 ايام ومعرفش هي فين. جايز عند حد من قرايبها. ابدا يا سعادة البيه، حتى يروح يزور حد وينسى الغسيل منشور فوق السطح، وبعدين زيارة ايه دي اللي تقعد 10 ايام؟ نازلة أبو الليل خياطة مشهورة عندها 25 سنة، ومع إن ملهاش حظ كبير من الجمال إلا إن دمها كان خفيف جدا وجسمها رشيق. اتجوزت وهي عندها 16 سنة واتطلقت بعدها بسنتين. بعدها اتعرفت على عرابي واتصاحبت عليه، واتفقت معاه إن هما دايما يتقابلوا في بيت ريا. وريا كانت بتعاملها زي بنتها بالظبط، لدرجة إن هي كانت بتنيمها أحيانا معاها في نفس الأوضة. لكن المجرم هيفضل مجرم. ريا زغلل عينيها الدهب اللي كان مع نظلة، ما هي من حظها الوحش كان معاها 8 غوايش دهب وخاتم وخلخال ودبلتين فضة. أمال إيه حكايتها مع سكينة؟ الحكاية ان هما لما قرروا يقتلوها، عرابي كتف ايديها، وعبد الرازق مسك رجليها، وعبد العال مسك راسها. اما بقى حسب الله فلما حاول ان هو يكتم بقها بالمنديل، المنديل كان مبلول قوي بالمية، لدرجة ان المية نزلت في بقها وفضلت تغرغر كأنها بتغرق بالظبط، ولدرجة ان بيقولوا ان عينيها من الضغط طلعت لبره شوية. ريا في الأول ما استحملتش وخرجت جري بره الأوضة من المنظر. أما سكينة فكاس الخمرة اللي كانت ماسكاه وقع من إيديها، وسوري يعني بيقولوا إن هي عملت تويلت على نفسها من الخضة، ولدرجة إن هي ما قدرتش تقوم من مكانها وجريت زحف من الأوضة علشان تخرج بره، ومن الضلمة ما كانتش عارفة هي فين وتاهت، ما وصلتش للأوضة التانية إلا لما سمعت صوت ريا. السؤال هنا، مادام انتوا روحكوا خفيفة قوي كده، جالكوا قلب تقتلوها؟